بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع نصائح هامة في عالم الطبخ. أول نصيحة أو معلومة رح أقدمها هي إني إذا أنا نقعت الرز وحابب أعرف إمتى صار جاهز. ممكن أكون حطيت له مي فاترة أو حطيت مي باردة زيادة. هل إني ساعة تكفيه أو صار 3/4 ساعة؟ كيف ممكن أعرف إني الرز صار جاهز؟ الأمر بسيط جدا. أنا بصفيه من المي وبزينه على الميزان. 100 جرام رز لازم تطلع 130 أو 135 جرام، هيك بيكون صار جاهز لأنه ينطبخ. إذا أنا حطيت له مي دافية وحابب إني أسرع فيه طبخه، كنت مستعجل، بدي أعرف إنه هل صار جاهز ولا لا. مباشرة بعد نصف ساعة، بعد 3/4 ساعة، ما أكمل الساعة حتى، أصفيه وأزينه وأعرف إني صار وزنه قديش، هو جاهز لأنه ينطبخ. إذا كل 100 جرام بيصير وزنه بعد ساعة كاملة أو أقل شوي 130 أو 135 جرام. حابب أختم الحلقة ببعض الفوائد وبعض المضار للرز. المضار الرز أولا، واحد، أو خليني أجملهم كلياتهم. أنا ما لازم أكل الرز وهو محروق، أنا ما لازم أكل الرز وهو ما مستوي بشكل جيد، أنا ما لازم أكل الرز وهو متسخن أكثر من مرة، وأنا يعني هل الأمر هذا بيضر الجهاز الهضمي؟ هاي بالنسبة لمضار الرز. بالنسبة لفوائد الرز بيساعد على السيطرة على نسبة الدم، وبيقلل من الإصابة بأمراض القلب، وبيزيد من صحة الجهاز الهضمي. شوف قديش فيه فوائد. وأخيرا الرز البني بالذات يعني يقلل من الإصابة بمرض السرطان. انتهينا من هالأمر هذا. هلأ حاليا بنختم بماء الرز، الماء الرز المصري. ماء الرز المصري اللي فيه دراسات كون اني مية الرز فيها بوتاسيوم، فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم، حديد، وإضافة لفيتامين بي 6، اللي في دراسات كتير بتقول ان ماء الرز يساعد على نطق الأطفال. ماء الرز ممكن يساعد على تطويل الشعر. ممكن ماء الرز إذا اندهن أو شرب منه الشخص الكبير بالسن ممكن يساعده على التنشيط. هي كلها دراسات يعني غير مثبتة 100%، هي مجرد دراسات بإمكان الشخص يعني يطلع عليها ويبحث فيها، ما أثبتت جدارتها 100%. إن شاء الله بيكون قد يعني أنهينا فوائد ومضار وأمور الرز إن شاء الله كلها كاملة. في الحلقة القادمة رح نطبخ الرز مثل ما تعلمناه، ونشوف شلون رح ينطبخ خلال 10 دقائق أو أكثر. نلتقي إن شاء الله على طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.